اهلا وسهلا بحضراتكم. انا دكتور احمد المصري، استشاري جراحه المناظير والسمنه. النهارده ضيفي استاذ امير، ما شاء الله من النماذج الجميله. ممكن يفاجئنا هو نزل بقى كام كيلو؟ ممكن تحكي لنا مثلا انت نزلت كام كيلو لغايه دلوقتي؟ انا نازل 55 كيلو لغايه دلوقتي. ما شاء الله. كنت 140 كيلو بقيت 85 كيلو. ما شاء الله، نزول جميل ما شاء الله. طب اكسبيرينس بتاعتك عن العمليه، حاسس ان هو كان قرار صعب كان سهل؟ ايه اكتر مخاوف اللي كانت مقابلاك وانت جاي تعمل العمليه؟ انا اصلا ما كنتش عايز اعمل عمليه وكنت خايف اعمل عمليه، بس جيت في وقت صحتي تدهورت قوي. ضغطي عالي فجاه كده، وصل 160 على 110، ما بينزلش بادويه. وكان عندي ضيق في التنفس، وكان بيجي لي نوبات اختناق بالليل. ومراتي كانت تصحيني تقول لي قوم علشان انت هتحصل لك حاجه. وكان مم. عندي مقاومة أنسولين عالية وما كانش نافع أنزل، وفي نفس الوقت مش عايز أعمل عملية وخايف من عملية. بس لغاية ما حد من زمايلي في الشركة عرفني على دكتور أحمد، قال لي روح أنت مش هتخسر حاجة، اقعد معاه، بعد ما تقعد معاه قرر إذا كنت هتكمل العملية ولا مش هتعمل عملية. الحقيقة لما جيت للدكتور أحمد أول مرة حسيت إن أنا مرتاح جدا لدرجة إن أنا عايز أقوم أعمل عملية دلوقتي بعد القعدة معاه. و... وعلى طول حجزت ميعاد عملية مع دكتور الحمد أحمد لله، يعني. كل الحاجات دي راحت الحمد لله، كل آه المشاكل الصحيه دي اتحسنت الحمد الحقيقة لله. انه بعد 3 شهور بالظبط دكتور الباطنة بتاعي وقف لي دواء الضغط. الحمد لله انا التنفس بتاعي حلو جدا، البرفورمانس بتاعي حلو جدا في ما شاء الله. الشغل، في الحركة، في كل حاجة. حياتي اتغيرت تماما يعني.